شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء، أخواتي إخواني السادة المستشارين المحترمين. سيد رئيس الحكومة، استمعنا بإمعان لجوابكم على أسئلة الفرق البرلمانية، واسمحوا لي يعني وما تاخذوهاش مني من قلة الصواب، اسمحوا لي أن أعترف لكم بأن الحيرة والدهشة التي تملكتني في الجلسة الأولى اللي عقدناها في هذا المجلس هذه حوالي شهر هي نفسها الحيرة والدهشة التي تتملكنا أو تتملكني. أنا نتكلم على رأسي شخصيا وأنا أستمع إلى جوابكم، لأنه تبين لي، وهذه قناعة وربما أنصح بها زملائي في الفرق البرلمانية الأخرى، أنه فيما سيأتي من جلسات مساءلة السيد رئيس الحكومة ربما ما حناش محتاجين نكدوا ونجتهدوا ونهيئوا أسئلة ونهيئوا الأرقام ونبحثوا في الملفات، لأنه يتضح بأنه هذه الجلسة يمكن يتقال فيها كل شيء، وكيف كنقولوا بالدارجة يمكن نجيو هنا، واعذروني على هذه الكلمة، يمكن نجيو هنا نفرقوا اللغة ونتكلموا على كل شيء دون تركيز على الموضوع بما يطرحه بأهميته، لأن الموضوع اللي كنناقشوه اليوم هو الموضوع اللي فيه الوجه ديال البلد بأكمله، ماشي موضوع ديال الحكومة، موضوع ديال البلد بأكمله، لأنه فيه التزامات أمام المنتظم الدولي، التزامات دولية بآجال مضبوطة، ومطلوب من بلادنا تقدم فيها تقارير دورية بمؤشرات مضبوطة وبأدوات قياس علمي تتعلق بدرجة وفاء البلد برمته بالالتزامات اللي قطعها أمام المنتظم الدولي. فإذا بنا نفاجأ بأننا نتكلم في كل شيء في هذه الجلسات، وأنا أعترف لكم ثانيا بأنني أجد صعوبة كبيرة جدا في التعقيب على جواب السيد الوزير، لأن نصف الوقت اللي خداه في المداخلة ديالو لا أجد أن له علاقة مباشرة بالمواضيع اللي نتكلم عليها. لذلك أنا في حيرة من أين سنبدأ، علما بأنه استفزتني شخصيا واحد السلوك يتكرر دائما. والسيد رئيس الحكومة إلا عندكم شي تعليمات بغيتوا توجهوها للوزراء ديالكم بيناتكم وجهوها انتم، لما تجتمعوا بيناتكم ولا تجتمعوا في المجلس الحكومي. يعني هذه القضية ديال انتم تخاطبون السيد وزير الاقتصاد والمالية، شحال صرفنا 5 الملاير في السيارات بصحتهم. لا سيد رئيس الحكومة الله يخليك، انا اللي كنسير سيد الحكومة الله يخليك، الله يخليك سيد رئيس الحكومة الله يخليك الهدوء. لا انا كنسير سيد رئيس الحكومة، لا اسمح لي يا سيد رئيس الحكومة، سيد رئيس اسك اسمح لي كنسير كنسير الله يكثر خيرك، ماشي كنسير، لا اسيب الكلام سيد رئيس الحكومة الله يخليك سيد رئيس الحكومة خليه يتكلم. لا الله يخليك الله يخليك، لا احترموا الرئاسة الله يبارك فيكم. سيد رئيس الحكومة تابع سيدي تابع. انا علاش كندير هذا؟ اسمحوا لي سيد الرئيس، انا كنتكلم معكم بصراحه، الا كتزعجكم الصراحه ديالي انا هكا خلقني الله، انا هكذا خلقني الله. الله يخليكم الله يخليك احترموا الرئاسه. الله يخليك سيد رئيس الحكومه احترموا الرئاسه الله يخليكم. الا عندكم تعليمات بدأنا في جو هادي، خليكم الجو هادي، السيارات بصحتهم والناس ما بقاوش باش يديروا الحيره. تابع هذا الخطاب. ولذلك الله يخليكم انا اسمحوا لي نرجع للموضوع. علاش درت هذه الملاحظات؟ لانه وانا كنتذكر واحد المقوله قالها او نسبت، ما عرفتش ما هو وجه الحقيقه في الموضوع، نسبت للملك الله يرحمه الحسن الثاني، قال واحد الكلمه على البرلمان. ما بغيناش البرلمان ديالنا يمشي في ذاك الاتجاه، نطرح مواضيع على درجه كبيره من الاهميه وتمس الالتزامات الدوليه ديال البلد وفيها مصداقيه دوله برمتها ومصداقيه الدولة بكل مؤسساتها، فتعالوا نناقش الأشياء مضبوطة بالأرقام مضبوطة. في الجزء الثاني من المداخلة ديالكم السيد رئيس الحكومة المحترم قدمت الحصيلة، والحصيلة إذا كان يجوز أن نلخصها في بعض الكلمات، الحصيلة هي أن البلاد ديالنا ولله الحمد من نهار اللي وقعت على هذه الأهداف الألفية للتنمية إلى يومنا هذا، وحسب التقرير ديال المندوبية السامية للتخطيط البلاد ديالنا حققت تقدما لا بأس به، ويمكن أن نقول بأن بلادنا حققت تقدم على درجة كبيرة من الأهمية
قياسا للبلدان الأفريقية الأخرى، حققت تقدم في بعض الأهداف في بعض المستويات، تراجع في بعض المستويات والأهداف الأخرى، والبلد تراوح مكانها في بعض الجوانب. السؤال الجوهري أيها السادة، لأنه كان ممكن السيد رئيس الحكومة يعفينا من هذه الأرقام كلها ويوزع على البرلمان من أجل الرقي بالحوار المؤسساتي بين الجهاز التنفيذي والبرلمان، توزع لنا وثائق. الوثائق بين أيدينا تفيد بأن المحصلة الإجمالية لا بأس بها، ولكن هناك تساؤلات قوية جدا وربما شكوك، ربما شكوك تحوم حول قدرة بلدنا على الوفاء بالالتزامات اللي قطعها على نفسه يعني في المدة المتبقية من هنا 2015، سواء في الجانب المتعلق بمحاربة الفقر وتخفيض الفقر إلى المعدل ديال النصف، علما أن الإحصائيات الرسمية، وأنا متفق مع السيد رئيس الحكومة، الأرقام هي في جانب تعكس الحقيقة، ولكن هي في جانب تضلل الحقيقة. الأرقام المتعلقة بالفقر في البلد تكشف عن حقائق صادمة ومخجلة، ماشي فقط الناس ما لقاوش باش يديروا الحريرة، ولكن 2.8 مليون من المغاربة يعانون من الفقر المدقع. نفس الشيء بالنسبة للهدف الثاني المتعلق بتعميم التمدرس. صحيح بلادنا حققت ولله الحمد تقدم ملحوظ على مستوى تعميم التمدرس في المستوى الابتدائي، لكن الجوانب الكيفية والجوانب النوعية فيها تساؤلات جوهرية جدا. فالسؤال الجوهري اللي كنا كنطمحوا نناقشوا معكم السيد رئيس الحكومة ماشي هو تقديم الحصيلة. الحصيلة إلى حد ما يعرفها الجميع، تعكسها الأرقام المتوفرة اللي كتوفرها المندوبية السامية للتخطيط وكتوفرها مختلف القطاعات الحكومية، ويعكسها الواقع المعيش الذي نصطدم به ويصطدم به السيد رئيس الحكومة كيف أشار إلى ذلك. لكن السؤال الجوهري هو هل البلد ديالنا تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بأن تحقق الأهداف والالتزامات اللي التزمت بها أمام المنتظم الدولي في أفق 2015. السؤال الجوهري الثاني واللي ورد في مداخلة فريقنا وأظن في مداخلة جل الفرق البرلمانية يتعلق بالإجراءات والتدابير والسياسات التي اتخذتها وتنوي الحكومة اتخاذها. ولما كنتكلموا على التدابير وكنتكلموا على الإجراءات وكنتكلموا على السياسات راه خصنا نتكلموا على أشياء ملموسة. أنا لفت انتباهي وأنا أستمع للجواب ديال السيد رئيس الحكومة المحترم أنه قرر أنا حسبتها تقريبا 7 المرات تيقول بأنه الحكومة في رصده للحصيلة في كل هدف من الأهداف 8 الحكومة تولي أهمية وستعمل. طيب قولوا لنا السيد رئيس الحكومة المحترم ماذا أنتم فاعلون في الجانب المتعلق بتعميم التمدرس، في حل الإشكالات المرتبطة بالجودة؟ ماذا أنتم فاعلون في توفير الأسباب أو الحد الأدنى من الأسباب ديال العيش الكريم ديال المواطن المغربي؟ ماذا أنتم فاعلون لمواجهة الخصاص المهول في القطاع الصحي؟ صحيح أنه البرنامج ديال رميد السيد رئيس الحكومة اعترف بأنه حكومة سابقة ومبادرة جلالة الملك، ولكن المشكل اللي مطروح في هذا ماشي هو التسجيل ديال عدد المواطنين، هو الاستفادة لولوج الخدمات. ونحن نعاين ونرى بأن الكرامة ديال المواطنين تهان أمام أبواب مستشفياتنا إن قدر لهم أن يلجوا أبواب تلك المستشفيات. هذه هي الأسئلة الجوهرية. واسمحوا لي السيد رئيس الحكومة المحترم نذكركم ببعض الأسئلة الجوهرية الأخرى التي طرحت ولم تتفضلوا بالإجابة عليها. كيف يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية؟ كيف يمكن تحقيق الأهداف اللي التزمت بها بلدنا في غياب اقتصاد قوي وتنافسي ودون تحقيق التنمية الاقتصادية؟ ماذا قامت به الحكومة هذه الآن حوالي 7 شهور من تولي المسؤولية، يعني الأشياء الملموسة من أجل محاربة اقتصاد الريع؟ طيب طلعنا على الأذونات ديال الأجريمات، وماذا بعد؟ قمتم تصريح فيه نوع من التطبيع، نوع من التعايش مع الفساد والمفسدين، أطار استياء عار في أوساط الحقوقية ودفع بالجمعيات الحقوقية إلى إصدار بيان، وأطار قلق في عموم المواطنين اللي وضعوا الثقة في شعار إسقاط الفساد ومحاربة. قلتم عفى الله عما سلف. يعني مثل هذه الأسئلة الجوهرية بغينا عليها جواب واضح جدا. سيد رئيس الحكومة، أشرتم إلى أن هذا الموضوع اللي اختارناه ديال الأهداف الألفية يتم في ظرفية الأزمة،
واسمحوا لي نذكركم بأن هذا الموضوع ماشي من اختيارنا نحن فقط، ولكن تم بتنسيق مستمر مع وزيركم المكلف بالعلاقات مع البرلمان ومعكم شخصيا من خلال رئاسة مجلس المستشارين. ما فهمناش كيف أن الأسئلة جاتكم عاد البارح، علما بأن المحور وقع عليه الاختيار هذه تقريبا 3 أسابيع. نرجعوا الآن أحد العناوين البارزة المرتبطة بالأزمة الاقتصادية اللي كنناقشوا في سياقها قدرة بلدنا على الوفاء بالالتزامات ديالها. أقدمتم السيد الرئيس على اتخاذ قرار رفع من أسعار المحروقات، وتتبعنا تصريحاتكم وتصريحات عدد من المسؤولين في الفريق الحكومي، وقلتم بأن هذا القرار ديال الزيادة في المحروقات لن تكون له أي انعكاسات على الاقتصاد الوطني، وأنه لن تكون له انعكاسات سلبية على الاستثمار. احنا بغينا نفهموا، ما بغيناش نكذبوكم، ولكن نعتقد بأن الالتزامات اللي قطعتوها على أنفسكم أمام المواطنين التزامات كذبتها المندوبية السامية بالتخطيط نفسها. وذكركم بالتقرير اللي خرج على المندوبية السامية للتخطيط، التقرير اللي كيبين بأن الزيادة على المدى القريب وعلى المدى المتوسط لها انعكاسات سلبية على الاستثمار، انعكاسات على مستوى معدل النمو، انعكاسات على مستوى تفاقم عجز الميزان التجاري، انعكاسات على مستوى الاستهلاك، انعكاسات على مستوى الاستثمار. أنا كنشوف الآن السيد وزير الاقتصاد والمالية يبتسم. هذه الأرقام ديال المندوبية السامية للتخطيط، ما بغيتش نتقل عليكم ونقرا عليكم الأرقام، ولكن الحقيقة المؤكدة التي يؤكد عليها المندوبية السامية للتخطيط هي أن هذا القرار غادي تكون عنده انعكاسات، وهو ما يضع موضع تساؤل وشك الوعود والالتزامات اللي قطعتوها أمام المواطنون لما أكدتم بأن هذا القرار سوف يقي بلدنا الكثير من الشرور المحدقة بها في ظل مناخ ديال الأزمة الاقتصادية والعالمية. وضعية الاقتصاد المغربي، أنتم سيد الوزير المحترم اعترفتم بأن الوضعية الاقتصاد المغربي خلال 6 أشهر الأولى من هذه السنة تعرف صعوبات حقيقية، وذكرتم عدد من المعطيات، منها فقدان 109 ألف منصب شغل، وانتقال نسبة البطالة من 9.1 إلى 9.9، منها تراجع معدل النمو فيه إلى ما دون 3%، تفاقم الخصاص في السيولة، ارتفاع توقعات التضخم على عكس التوقعات اللي بنيتوا عليها قانون المالية، تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تراجع رغم وفود رغم ارتفاع عدد الوافدين على القطاع السياحي، ولكن القطاع برمته يواجه إشكالات وصعوبات، تباطؤ في إنجاز نفقات الاستثمار، ارتفاع عجز الميزانية ليبلغ 21 مليار درهم. طيب السؤال الجوهري، ألا تعتقدون أن هذه الوضعية الاقتصادية اللي فيها بعض الجوانب الصعبة من شأنها أن تؤثر على قدرة بلدنا على المضي بنفس الوتيرة وبنفس الثبات المسجل في السنوات الماضية في طريق تحقيق الأهداف الألفية الثالثة؟ إذا كان لنا السيد رئيس الحكومة المحترم كمغاربة أن نعتز بالانعطافة التاريخية التي حققتها بلادنا من خلال الإصلاح الدستوري والمؤسساتي الذي فتح أفقا جديدا رحبا لبناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، فإننا في نفس الوقت وبعد أن نبهناكم في مناسبات مختلفة إلى بعض القصور في الجوانب المرتبطة بمنهجية اشتغالكم وبمنهجية أداء الفريق الحكومي، نجد أنفسنا مضطرين حتى نتمكن جميعا، لأن هذا رهان وطني يهم البلد بأرمته، حتى نتمكن جميعا من تحقيق أهداف الألفية الثالثة، أن نعيد النظر في الكثير من الجوانب المرتبطة بأداء العمل الحكومي، في الكثير من الجوانب المرتبطة بمنهجية اشتغال الحكومة. لن نعود هنا سيد الرئيس المحترم لمناقشة مختلف المظاهر الارتباك واللي ناقشناها معكم في واقع الأمر. نحن لسنا هنا، وأنا أشكركم أنكم اعترفتم ولو جاء الاعتراف متأخر بأنكم مارستم يوم كنتم في موقع المعارضة معارضة تنظر إلى نصف الكأس الفارغ وتعمم السواد وتبخس العمل. احنا ماشي من ذاك، نعترف بأن هناك مجهود يبذل وبأن هناك خطوات لا بأس بها، ولكن نعترف بأن الذكاء الجماعي للمغاربة وبأن التحديات الجمة التي تواجه بلدنا والإمكانيات المتوفرة تسمح بالمضي بثبات، وتسمح كذلك بأن نرفع من وتيرة ربح التحديات والرهانات اللي قطعناها على بلدنا. هذه هي الروح التي نناقشكم فيها، ماشي هو أن نتسبب
يعني في إحراج سياسي مجاني، أو أن يعني الموضوع ماشي هو رئيس الحكومة أو الموضوع الحكومة. نحن نناقش برنامج وموضوع يهم البلد. هذه كررتها للمرة الألف باش نفهموا راسنا، يعني باش نتبادلوا الاعتراف بأننا كلنا في الباخرة سواء. ولذلك لا بد، وتكلمت على أن المعارضة هي النصيحة، لا بد من أن ننصح بعضنا البعض حتى ولو كان في هذه النصيحة بعض القساوة. واسمحوا لي السيد رئيس الحكومة المحترم من هذا المنطلق بالذات، لأنه تكلمتوا في جوابكم على أن البلاد ديالنا باش تتغلب على الصعوبات والتأخر المسجل في هذه الأهداف اللي التزمنا بها أمام المجتمع الدولي خصنا الاجتهاد وخصنا الابتكار. طيب أنا أتساءل معكم، يعني عندما اتخذتم قرار الزيادة في الأسعار ديال المحروقات واليوم تقبلون على فتح باب الاستدانة من جديد، لأنه قرينا في الجرائد بأن الحكومة تنوي فتح خط وتنوي يعني اقتراض مبلغ مليار. هذا اللي قريناه. نحن ننتظر منكم أن تؤكدوا أو تلفدوا، ولكن نستغرب حقيقة لأن هذا عنوان قال الحكومة في ظرف 6 أشهر تقبل على الاستدارة، ومن حق السادة البرلمانيين ومن حق الرأي العام الوطني أن يذكر بالأجواء المشؤومة التي سبقت ورافقت البرنامج ديال التقويم الهيكلي، لأن المؤشرات والمعطيات التي كشف عنها السيد وزير الاقتصاد والمالية نفسه أمام مجلس النواب فيها ما يبعث إلى القلق. ولذلك ألا تعتقدون بأن هناك من البدائل بعض أوراش العمل التي يجب على الحكومة أن تخصص لها كامل الوقت وما يلزم من الوقت عوض استهلاك جزء من طاقاتها في المعارك اللي هي دونكيشوطية وفي المعارك لا تقدم ولا تؤخر؟ على سبيل المثال أكتفي بذكر 5 6 ديال المواضيع. الموضوع المرتبط بما يمكن أن نسميه بالتكلفة اللي كتكبدها بلادنا من جراء التضخم المؤسساتي والبيروقراطية الثقيلة. إذا درنا تشخيص البناء المؤسساتي والبناء الإداري والبيروقراطي، من المؤكد أننا سنتفق جميعا على أن هناك الكثير من الجوانب التي تفيد بأن هناك تضخم في البناء المؤسساتي وفي البناء الإداري. ماذا أنتم فاعلون؟ ما هي استراتيجيتكم؟ ما هي سياستكم لمواجهة هذا التضخم؟ صاحب الجلالة في الخطاب الأخير من وحدة من الأوراش الاستراتيجية التي دعا الحكومة إلى إعطاء أولوية قصوى لها هو هذا الموضوع ديال الإصلاح الإداري، هذا الموضوع ديال معالجة التضخم المؤسساتي. القضية الثانية، ما دمنا نبحث عن المسالك والبدائل اللي من شأنها أن تسد الفجوة التي تعاني منها ميزانية البلد. قضية الموظفين الأشباح، قضية الموظفين الأشباح. سيد رئيس الحكومة المحترم، هذا وزيركم وزير الشؤون العامة سي بوليفلي كان معنا وانسحب، يعترف لما أصبح وزيرا في لقاء جماهيري بمدينة طنجة، وهذا الاعتراف تصريح ديالو موثق بالصوت والصورة، يعترف بأنه في القطاع الوظيفة العمومية هناك، اسمحوا لي نبحث على التصريح ديالو باش ما نسبليش شي كلام يعني. باقي 3 دقائق. يعترف بأن هناك ما بين 80 إلى 90 ألف موظف شبح. إذا كان غلط يصحح المعلومة ديالو، ما كانش غلط إذا كان هذا الشيء صحيح. نحن نعتقد بأن الخزينة ديال بلادنا يمكن أن توفر المرايير إذا تمكنت الحكومة من إعداد سياسة وقرارات جريئة لمعالجة هذا الإشكال. الإشكال الثالث يتعلق بتنامي آفة التزوير. واش عندكم السيد رئيس الحكومة دراسة مضبوطة دقيقة حول حجم الخسائر اللي كيتكبدها اقتصاد البلد من جراء التصريحات المغلوطة، الإغراق التجاري، آفة التزوير، التهرب والتملص الضريبيين اللي بحسب المعطيات اللي عندنا 42 مليار درهم كيخسرها بلادنا من جراء هذا التملص وهذا التهرب الضريبي. تهريب الأموال إلى الخارج. السيد الرئيس المحترم، مؤسسة انتجريتي فينانشال جلوبال كتقول 328 مليار درهم تم تهريبها بصفة غير قانونية وغير مشروعة إلى الخارج. ما بين 2005-2008 فقط تم تهريب ما يناهز 80 مليار درهم، وبذلك المغرب يحتل حسب هذه المؤسسة الدولية المرتبة السادسة عالميا من حيث تهريب الأموال بطرق غير مشروعة. ماذا أنتم فاعلون؟ علما بأنكم في لقاء جماهيري ديالكم شخصيا في ضواحي مدينة مكناس تكلمتوا على التماسيح وعلى العفاريت وتكلمتوا على العديان، وحددتوا شكون هاد العديان. العديان هم أولئك الناس اللي كيتاجروا بالسياسة وكيهربوا البلد، كيهربوا الأموال خارج البلد. هذا تصريح خطير جدا من رجل دولة ومن مسؤول. طيب ماذا بعد التصريح؟ واش ما تجيوش أمام المغاربة
وتحدوا لائحة هؤلاء الذين يرتكبون جرائم فظيعة من هذا النوع واللي كيسمح لهم الضمير ديالهم يهربوا 20 مليار درهم سنويا إلى يومنا هذا. نطرح عليكم هذه المواضيع باش نقولوا لكم السيد الرئيس الحكومة يمكن حنا غالطين، عوض القفز على ذاك الحيط القصير والمساس بجيوب المواطنين كان خصكم تمشيوا للاشياء اللي هي حقيقيه، المسائل اللي هي حقيقيه المرتبطه بتهريب الاموال الخارج، المرتبطه باصلاح الاداري، اطلاق واش التفكير في التنزيل الجهويه، المخطط التشريعي. انتم صرحتم في هذه القبه وامام مجلس النواب بانكم وجهتم اوامركم الى كافه الوزراء باش يعطيوكم المخططات التشريعيه المرتبطه بالقطاعات اللي كيتحملوا فيها مسؤوليه. يحق لنا ان نتساءل ما هو المخطط ديالكم؟ واش هاد الوزراء عطاو لكم مخططات تشريعيه؟ نحن نريد ان نلفت انتباهكم. شكرا كلمه. لا شكرا سيدي الرئيس. شكرا